الشخص ده عمل أغرب حاجة في التاريخ، حرفيا طبق المثل اللي بيقول الفاضي يعمل قاضي. أيوه بالظبط، عمل قاضي، لكن التفاصيل والحبكة اللي عملها وإزاي بدأ وإزاي كمل وفين اتمسك ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. كمل معايا للآخر، بس الأول صلي على النبي. واللي حصل إن الشخص ده عرف إن أغلب طرق النصب الناس عرفتها دلوقتي وخلاص ما بقاش يخيل على حد، فقرر إن هو يعمل حاجة جديدة وفي نفس الوقت مختلف، فبدأ إن هو ينتحل شخصية قاضي. لكن قبل ما يقول للناس إن هو قاضي، ازاي يثبت ده؟ لو هنعمل صور وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي برضو الناس هتعرف. فكر ان هو يصور فيديوهات وصور من داخل المحكمة نفسها، لكن ده يتم ازاي؟ يلا على الموظفين. وبالفعل اتفق مع 3 موظفين وعرض عليهم مبلغ ضخم 3 مليون جنيه، والمقابل ان انا ادخل المحكمة براحتي واتصور فيديوهات وصور، بس ده طبعا بعد مواعيد العمل. يعني خلاص مواعيد العمل خلصت، المحكمة فضيت، مفيش غير الموظفين دول، ودول اللي هيسهلوا عملية الدخول. وبالفعل نجح في كده وخد الفيديوهات والصور، ومن هنا بدأ عملية النصب. ونسيت اقول لك برضو ان الهدوم اللي هو لابسها دي برضو مزيفة. فكرك اكتفى بكده وبس؟ لا يا غالي، ده راح عمل لقاءات تلفزيونيه وما اختارش اي قنوات، لا اختار القنوات، انا اسف يعني، اللي هو باقل مبلغ يتعمل لك لقاء ويتعمل لك اعلان، تروج لشغلك تروج لنفسك، وكلنا عارفين القنوات دي. بس برضه نرجع ونقول ان اي حد يشوف الفيديوهات لازم يقول فيه حاجه غلط. لا، الطريقه، المشيه، وهو ماسك التليفون وبيتكلم، هذا شغل واحد طالع بس مباشر على التيك توك ومش فاضل غير ان هو يقول كبسه كبسه. اعلان يا ريس، العدت الاليه بلاد صح؟ تمام يا ريس. لا 24 بلاد صح؟ تمام يا ريس، السنه اللي فاتت. تمام. بعد كده شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم ما يعلم ربنا. شوف يا أخواتي، ده كل شغل عندي، أقسم بالله أموت. منتظر كل أخواتي تدعي لي عشان طلع المنصة دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات يا بلال. بلال خد الجلسات يلا. اتفضل. سلام بقى. طلع إنسان بسيط جدا. تمام. اتربيت في عيشة في قرية بسيطة جدا. تمام. وكملت تعليمي طبعا. والدي توفى وأنا في الإعدادي. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وامي ده بعد ما دخلت الثانويه العامه صرفت عليا وتعبت معايا، مشيت اتوفت وانا في اولى جامعه. تمام. رحمة الله عليه. 13 12 ريس. 12 دكتوراه. مصطفى عبد المنعم صح؟ تمام يا ريس. نعم. تجيلي 25 جنيه. شكرا يا ريس، شكرا لك يا ريس. طب ليه هو عمل كده ودفع المبلغ الكبير ده ليه؟ 3 مليون جنيه يفتحوا احلى مشروع. ما انا عايز اقول لك برضو ان اكيد ال 3 مليون دول هو مش تعبان فيهم اصلا، وطالما جوله من غير تعب وبالنصب على الناس يبقى خلاص ايه مانع نزودهم اضعاف اضعاف ونضحي بال 3 مليون دول ونستخدمهم كبدايه رحله نصب جديد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الغريق بيتعلق بقشايه، حد ليه قضيه فيضحك عليه ويقول له ايه يعني، قال انا هشيل لك القضيه دي، انا هخلصها لك، انا هخلص لك الموضوع الفلاني. واحد واخد حكم يقول له تعالى تدفع كذا كذا ونطلعه من الحكم ده. فكل شغل نصب على بعضه، يعني ده نصاب والتاني عايز ياخد سكه شمال، مجموعه بينهم نزاع على حته ارض بملايين الملايين، يروح لحد منهم ويقول له انا هجيبها لك بس تدفع كذا وكذا. طبعا هو لا هيجيب ولا هيقدر يتدخل، زي ما قلت لك اخره تصور وبس. فالتاني علشان الطمع وعايز ياخد حق مش حقه يدفع وهو ساكت. بالظبط كده زي موضوع المستريح، بس الفرق ان المستريح بياخدوا عليه ورق، لكن ده طبعا مين هياخد عليه ورق؟ ده قاضي. طبعا من بجاحته قال لك اوسع النشاط، عمل صفحه ونزل عليها الصور والفيديوهات دي. مش بس كده، زي ما قلت لحضراتكم طلع في لقاء تلفزيوني ونزل اللقاء ده برضه علشان يوسع دايره النصب بتاعته، لحد ما وقع مع واحد ونصب عليه في مبلغ ضخم. بدأ يدور عليه طبعا ويسأل لحد ما عرف ان هو قاضي مزيف وان ده راجل نصاب، وكل اللي بيعمله ده ما هو الا نصب في نصب. عمل بلاغ بكده، وبالفعل رجال الامن كل التحيه والتقدير قبضت عليه وكشفت تفاصيل الموضوع بالكامل. ونتمنى ان الاشكال اللي زي دي تاخد اشد عقوبه علشان يكونوا عبره لغيره. بس كده، ودي تفاصيل الموضوع بالكامل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.